صباح الخير يا عرب. ضيفنا لهذا اليوم أحد نجوم الستاند اب كوميدي، شق لنفسه طريقا خاصا في فن تقليد الأصوات وتجسيد شخصيات المشاهير. رافقونا لنتعرف عليه. وتعبني قلبك مع الحسات أتعبني، يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. صباح الخير يا عرب، صباح الخير على كل المشاهدين اللي حبينا نستضيفكم أن تكونون حكم في مشكلة حصلت بين الفنان سعيد زيان والفنان وحيد سيف في نادي اسمه نادي الفنانين. أنا عايز أقول كلمتين على مية بيضة. أنا عارف إن مصارين البطن بتتعارك، لكنها توصل بإنه فنانين كوميديين يتخانقوا، دي حاجة ما حصلتش ولا يمكن هتحصل. عشان كده أنا بقول تعالوا معايا عشان نشوف الموضوع من أرض الواقع ونشوف وحيد سيف هيقول إيه. اسكت ولا كلمة. إيه ده؟ إيه ده يا سيد؟ عينك كده، عينك تاخد مني دور البطولة في مسلسل البراري والحمول، حرام عليك. ده انت اللي حرام عليك، هغنيها حرام عليك. مالك في ايه؟ ده المخرج اول ما بص في وشي قال لي وشك سمار تبعد عنك، عشان كده خلاص ما قلناش خلاص هغنيها لك. مالك في ايه؟ ما تصلي على النبي، ما تصلي على النبي وتماشى انت ماشي. خلاص يا سيدي ما حصل اي حاجه، ما تقول حاجه، ما تكون عندنا محضر خير يا استاذ محمد يا نجم. الله، مالكوا في ايه؟ ايه ده؟ اسف لو لحظه شويه، اصل انا حطت اسمه ده على الفايبريشن. الو يا راجل، بقى انت عايش في عذاب؟ يعني مش في شقه، يعني عذاب هوتيل، عذاب سويت. بقول لك حل كده، طلقها واخلص. ايوه اصل انا عندي لقاء على الهوا وخايف لاخد برد. خلاص بقى، يلا استبينا. اسف حضرات المشاهدين، دي حاجه امرجنسي كده وراحت لحالها، عشان كده انا بقول خلاص بقى مفيش داعي للمشاكل يا استاذ وحيد، ويا ما تقول حاجه يا استاذ محمود يا عبد العزيز. الله، لا حول ايه ولا عيد ايه، المسألة ما هي باينة زي الشمس. لا يمكن في يوم من الأيام أسمح لفنانين اتنين كوميديان إنهم يتخانقوا. ولا رأيك إيه يا أستاذ محمد يا رضا؟ أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج جود مورنينج يا عرب. عشان كده بقول إيه، ما تقول صلوا على النبي كده وما فيش داعي للخلافات، وأبوك الشقة مات. ولا رأيك إيه يا أستاذنا جميل يا راتب؟ أنا لا يمكن في يوم من الأيام أسمح بالمهزلة دي إنها تستمر. إزاي تبقوا فنانين كوميديان وتتخانقوا؟ ولا رأيك إيه يا ست نعيمة يا صغير؟ ربنا يجزيك يا شوشو. شوشو مين؟ الشيطان يا حبيب قلبي، ما هو اللي وزكم وخلاكم تعملوا العملة المنيلة ب60 نيلة دي. الله، ده انتوا المفروض بتضحكوا الناس. ازاي تكونوا تضحكوا الناس وانتوا كلكم هم وغم ومشاكل؟ ده المشاكل اللي بتحصل بينكم فشل انها تحصل بين راجل وست. الله، ما خلاص كنت عايزك عون هتطلعي فرعون. مالك يا استاذ وحيد؟ ما خليتنا خلاص ما نسواش بصله، خليتنا بساغ النفر، فرجه بساغ النفر. الله، وانا مالي؟ مش انت اللي عللتها؟ خلاص. رايك ايه يا استاذ ناصر يا قصبي؟ ده انت عسل والله، بشخصيه فؤاد ولا اسمه ايه ده؟ ايش الكلام هذا يا جماعه؟ احنا في موقف مثل هذا المفروض كلنا نتوحد. اي مشاكل وي 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 وي. انا ابغى الموضوع يصير سموث، جميل، حساس، رومانسي. عشان كده اقول روقوا، وعشان تروقون براد شاي والحلا برا. ايش قولك يا استاذ ايسر زيدان؟ لك شو ايسر وما ايسر؟ لك ايمن زيدان. لا تدق، كلها اتجاهات، ايمن ولا ايسر، المهم انه اتجاه يؤدي الى نقطة معينة. ايه خلص بقى، شو بدي لك لعلك؟ ايه خلص بقى، شو بيقول انت وياه؟ انا بدي اقول شغلة لكل الناس، لكل العالم،
والبرنامج صباح الخير يا عرب. كل اللي عم تشوفوه هي فبركة، ما في فنان بيتخانق مع فنان ويكون له خلاف مع فنان.